لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي ولد عن والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رئيس الحفلة الميمونة وضيوفنا المبجلين وإخواننا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إني لسعيد جدا اليوم حيث وفقني ربي لأن أقوم أمام إخواننا المؤمنين وأتكلم حول الموضوع بر الوالدين والتحذير من عقوقهما. فيا عباد الله، إن من توصيات الدين وما حث عليه من المحاسن والفضائل مقابلة الإحسان بالإحسان وبذل الجزاء للمحسن تقديرا لإحسانه واعترافا بجميله. ومن أجل ذلك وجه الخالق البارئ عز وجل الأنظار إلى عزيم منة الوالدين بالوصية بهما قياما ببعض حقهما ورعاية لإحسانهما وتقديرا لفضلهما. فقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال أيضا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يا إخوة الإسلام، صح من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يجزي ولد عن والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ففي ذلك كما تعرفون ما يوجه أنصارنا إلى عزيم حق الوالدين وإلى أن جميلها لا يكافأ بجميل وفصلهما. على الولد لا يعقله فصل. فاعرفوا يا معشر المؤمنين لهما الحق في المبالغة في برهما تكونوا من المفلحين، ولا تكونوا كالذي يسيء إلى أبويه في أبشع سور الساعة بحيث تبلغ الضرب والإهانة وقد تقتصر على التأفف والتزمن، فإن ذلك عقوق ومحرم وخروج على أمر الله وفي الوصية بالوالدين. فقد أوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل الذنوب يغفر الله منها ما يشاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات. فاتقوا الله يا إخوتي في الله، واحرصوا كل الحرص على رضا الوالدين فهما جنة العبد وناره. وأطيعوا أمرهما وإن ظلماكم فإنكم لو صبرتم وصابرتم على ما يصيبكم بصدد ذلك تدخلوا جنات ربكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا تخرجون ولا تخرجون. أتريدون الجنة؟ اعلموا أن الجنة تحت أقدام أمهاتنا. هل تريدون أن يرضى عنكم ربكم؟ فاعلموا أن رضا الرب في رضا الوالدين. وأخيرا أسأل الله أن يوفقنا للبر بالوالدين والاجتناب من عقوقهما.
فإنه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته، كسبتوا كل علم من أصوله. طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لأجل حلمه ينوله.